يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما اتعودنا مع بعض كده اول كل فيديو ندعي لاخواتنا في فلسطين. ربنا يرحم شهدائهم يا رب، ويخفف عنهم اللي هم فيه وينصرهم يا رب. تاني حاجة هنبدأ مع بعض الفيديو النهاردة، بما اني اشتكيت لكم كتير عن موضوع المساحيق اللي ما بقتش بتنظف، وكمان قلنا طبعا ان احنا عاملين مقاطعة لأي حاجة طبعا خارج الصناعة بتاعت بلدنا. فانا جايبه لكم النهارده كده خلطه جباره بس تحفه. دي كانت تاني مره اجربها، عشان كده قلت هقول لكم عليها. الخلطه دي من عند اي حد بتاع دهانات، هتقولوا له عايزين خلطه صابون. الخلطه دي بتاعت الصابون السائل اللي هم بيعملوه اصلا، وبيبيعوه سايب وكده في المحلات، بس احنا بقى هنجيب الخلطة نفسها وهنعملها في البيت عشان نعملها مركزة جدا. بص، هو مدين الكيسة الكبيرة دي فيها الصابون، والاورنج ده اللون، والحاجات اللي معايا دي كمان خاصة بالصابون. والابيض ده بوتاص، البوتاص طبعا بيبقى حامي فبينضف كويس جدا. بس طبعا هو مش بيديني كمية كبيرة علشان خاطر ما تحرقش الايد قوي، لان هو بيبقى حامي جدا. الخلطة دي تحفة تحفة لغسيل المواعين، بتنضف بطريقة رهيبة واوفر بكتير مما تجيبيها سايبة. انا جايبة الخلطة دي كلها على بعضها ب50 جنيه، هي تركيبة كده ب50 جنيه. بصراحة طلعت روعة، وطبعا بتخففيها وتقليها بقى براحتك. يعني كل ما بتحبي القوام بتاع المسحوق نفسه تقيل بتقللي المية، عايزاه مثلا خفيف شوية بتزودي المية. انا هنا جبت جردل المية كده وحطيته على الحوض، وفتحت الحنفية مليت نصه وبقيت افضي الاكياس. بس طبعا كانت ايدي متعورة فكنت بفتح بصعوبة شوية لانه حامي نار. وما تحاولوش تقلبوه بايديكوا خالص، يعني انا كنت بقلبه بايدي حرفيا ايدي اتلسعت، فما كنتش مستحملة. ما تقلبوه قلبوه بالمعلقة بس. بينضف جامد جامد وبيلمع. البوتاص طبعا شديد، كلكم عارفين البوتاص شديد جدا ويعتبر مادة كاوية يعني، فبينضف كويس قوي. بس طبعا انا بخففه على الاخر، يعني هو المفروض الكمية تتعمل على نص الجردل ده عشان يبقى تقيل، ولما تيجي تغسلي بيه مثلا بتحطي منه حوالي ربع كوباية على شوية مية وتغسلي منه المواعين عادي بالاسبونشة. انا بقى قلت لا، هخففه خالص علشان ما احتاجش ان انا اضيف ميه بعد كده. يعني انا هزود الميه علشان ما يبقاش حامي قوي على ايدي، وفي نفس الوقت اسحب منه على طول، لان انا بحطه كده في بخاخه على الحوض. بسحب منها على طول على الاسبونجة، من غير بقى ما افضيه في حاجه تانية وازوده ميه. لا، قلت كده اسرع. وهو اصلا بيبقى بريحه الليمون، بس ريحته جباره. جربوها هيعجبكم جدا. هو عند اي محل بتاع البويات، يعني اي حد بتاع بوية هتقولوا له احنا عايزين خلطة صابون. بصوا ده اللون. لو انتوا عايزين طبعا تغيروا اللون قولوا له غير لنا اللون، عايزين لون تاني، في منه ازرق وفي منه ابيض شفاف خالص، يعني بتعمليه ابيض شفاف من غير اللون اصلا. بس انا يعني لقيت اللون ده كده كويس فقلت تمام اوكي. لكن بينضف جدا جدا وبيلمع وكمان بيعقم، ولا تحتاجوا بقى تحطوا كلور ولا اي حاجة على المساحيق، لان طبعا كل المساحيق دلوقتي بقت حرفيا اي كلام اساسا، يعني متحسوش ان في حاجة بتنضف. فجربت الموضوع ده، الخلطة طلعت تحفة. وطبعا لو بتجيبوه سايل من الناس اللي بتبيعوا في المحلات المنظفات، وفي ناس بتعدي في الشوارع بتبيعوا سايل، بحسه خفيف خالص، ما بحسوش بينضف حاجة اصلا. يعني انا جربت كل حاجة، حسيته خفيف خالص ما بينضفش حاجة خالص. لكن ده بصوا، هدوبه بقى بالمعلقة علشان اضمن كمان ان البطاطس معايا داب في المية. هنا كان تقيل، انا زودته بقى مية، مليت الجردل على بعضه. بصوا الرغوة تحفة، وده قوامه كده جميل جدا. جربوا الطريقة دي هيعجبكم، هيوفر معاكم جامد. يعني الناس اللي بتشتري طبعا اغلب المساحيق غليت قوي، وطبعا غير المقاطعة، يعني احنا في غلاء غير المقاطعة. فالموضوع ده هيوفر جامد، يعني كل ما هتعملي كمية مية اكتر كل ما ترمي معاكي كمية اكتر.
وفي ناس بتستعمله في غسيل الهدوم برضو بينضف كويس قوي. بس انا كده كده مساحيق الغسالة بتاعت الهدوم غير المسحوق ده، فده انا مخليه للمواعين بس للمواعين بس بينضف جامد. ولا بقى هتقولي الألمونيا عندي غمقت ومحتاجة تتلمع ومش عارف ايه، لا هو بيلمع على طول. لو عندك بقى شوية خل حطي عليه شوية خل، علشان احنا متعودين اي مسحوق بنعمله بنحط عليه خل علشان مسحوق ما يمسكش في المواعين. تمام. خلصنا بقى الصابون بتاعنا. تعالوا هنيجي للمكتب ده. المكتب ده كان بتاعي وانا صغيرة، كان في الشقة اللي فوق اللي انا صورتها لكم بتتشطب. انا نزلته في وسط التشطيبات، بس طبعا كنت منزلاه قبل ما اعمل لكم الفيديوهات. كان متدمر كده، يعني الصنايعية جابوا اجل والله يسامحهم، بهدلوه بمعنى الكلمة. انا كنت حاطاه فوق ما كانش له مكان، وقلت كمان هدهنه، بس طلعوا عليه وبقوا يقفوا عليه وبهدلوه كله جبس. يعني شايفين كمية الجبس؟ يعني مش عارفة الصنايعية ليه، في معظمهم مش كلهم طبعا، في ناس كتير منهم بتتقي ربنا، بس الأغلبية مفيش تقوى ولا رحمة. يعني يا جماعة انتوا بتخشوا بيوت الناس دي، الناس بتبقى تعبانة في الحاجة، يعني مش معنى ان انا بشطب معنى ان انا معايا فلوس زيادة. يعني ممكن اكون بشطب لحاجة معينة لهدف معين. اللي بيشطب ده بيبقى بيوفر من بيته ومن مصاريفه ومصاريف بيته علشان خاطر يعمل حاجة لولاده. فليه الصنايعي اللي بيخش بينتقم من الحاجة؟ أنا نفسي افهم النقطة دي بجد. يعني انا مأمناك وما بقفش مع حد وبسيبكوا تشتغلوا، تخشوا تبهدلوا الدنيا وتبهدلوا الخشب كده. يعني الخشب غالي، ومكتب زي ده بمبلغ وقدره اليومين دول. فمش معنى ان انا حطاه في الشقة وهي بتتشطب معنى كده ان انا رمياه. يعني انا مش رمياه، هو ملوش مكان عندي فانا حطاه فوق. تبهدلوه بالطريقة دي ليه؟ انا معرفش. المهم ان انا نزلته وقلت هغسله كويس، طبعا مليان جبس كتير قوي، ده غير التراب اللي كان عليه. بس التراب مش مشكلة، امره سهل، لكن الجبس طبعا جرح فيه اكتر ما هو متجرح. يعني كل ما باجي اشيل الجبس كان بيجرح فيه، وبيشيل كمان معاه من الدهان بتاعه اكتر ما هو متجرح كمان. معرفش بقى كانوا بيقفوا عليه وبياكلوا عليه. يعني بصوا، يعني الكاميرا اصلا مش جايبة ربع البهدلة اللي فيه، حرفيا كان متدمر. فكلمة بس لأي صنايعي: اتقوا ربنا في مال الناس بجد. يعني الواحد والله تعبان في الفلوس، مش بنمشي نلاقي الفلوس في الشارع. خشوا بيوت الناس اتقوا ربنا. يعني انت لو الحاجة دي في بيتك هتخاف عليها وهتحافظ عليها. حط في دماغك ان البيت اللي انت داخله ده اعتبره يا عم زي بيتك. يعني اعتبره زي بيتك كده، وقول انا هراعي ربنا في حاجة الناس، ومش هضر حد، ومش هأذي الناس اللي انا داخل بيتهم دي. يعني انتوا بتدخلوا بتاخدوا حقكم، يعني تالت ومتلت بمعنى الكلمة. يعني اللي بتطلبوه بتاخدوه، ما بنتكلمش. وطبعا بقى غير واجب الضيافة بتاخدوا حقكم فيه. ليه بتنتقموا من الحاجة؟ ليه بتفتروا؟ يعني انا لو حكيت لكم على معاناتي مع الصنايعية من اول ما حطيت اساسات البيت ده، والله هتستغربوا، هتقولوا الناس دي ايه ومغيرة. يعني قليل الناس اللي استمرت معايا في التشطيب. يعني انا مغيرة كذا حد، يعني السباك غيرت كذا حد، المقاول مغيرة كذا حد، مش هو الحد اللي عامل لي كله. فده ان ده اللي يدل على ان في ناس كتير قوي ما عندهاش لا تقوى ولا رحمة في حاجة الناس. فكلمة بس لأي صنايعي: اتقوا ربنا في البيوت اللي انتوا بتدخلوها. بس انتوا بتدخلوا بتاخدوا تمن شغلانتكم، بتاخدوا حقكم، ادوا للناس اللي انتوا داخلين بيوتها دي حقهم. بس انت لو في بيتك مش هتسمح ولا هتقبل ان حد يبهدل لك عفشك ولا يبهدل لك بيتك ولا يعمل اللي انتوا بتعملوه ده. والله يعني بجد الله يسامحكم، الله يسامحكم. الناس حرفيا يعني ما بقاش فيه لا تقوى ولا رحمة ولا اي حاجة. يعني الواحد مش عارف يقول ايه والله. يعني انا ببص للصناعية، الواحد لو موقفش على دماغ الصنايعي حرفيا الحاجة بتبوظ. طب ليه؟ طب ما انت جاي متفق على شغلانة معينة
هتعملها وخلصها وامشي. ليه ان انا لازم افضل واقفة على دماغك لحد ما تعمل واقول لك اعمل كذا لا ما تعملش كذا؟ طب ما انت داخل ومتفق على الحاجة دي واخد تمنها، ليه بتلصق في شغلك وليه بتعك في شغلك؟ ومحدش يقول لي ده صنايعي واحد، لا ده صنايعية كتير ماشيين بالمبدأ ده، اللي هو انا لو ما لقيتش حد واقف فوق دماغي فانا هبهدل الدنيا لصاحب المكان. يعني بصوا ده يعني حرفيا والله المكتب كان متدمر. يعني انا ما كنتش ناويه ادهنه، يعني انا قلت حتى لو فكرت في دهانه مش دلوقت. طبعا بعد الجبس والبهدله اللي هو فيها دي وبواقي الاسمنت الابيض ده هضطر ان انا ادهنه غصب عني. فليه يا جماعه ليه بجد؟ يعني الخشب غالي وانتوا شايفين اصلا خشبه عامل ازاي، فانا لو هجيبه دلوقتي بمبلغ وقدره ليه اشيله متبهدل؟ ده غير كميه الازاز، انا كنت عاينه ازاز فوق والله العظيم حرفيا كله كان متكسر، والازاز غالي والحاجة غالية. اشيل الازاز كله من فوق متكسر، وطبعا بيداروا الحاجة وسط بقى الردم ووسط بقايا الاكل بتاعهم والشنط والحاجات دي، بيداروا الحاجة اللي هم مبوظينها. فلقيت ازاز متكسر من اللي انا كنت حطاه وحاجات من حاجتي اتشالت. يعني انا كنت حاطه كمبيوتر كان بتاعي وانا صغيرة، كنت حاطاه فوق وحاطه الكيسة، لقيت الهارد والله متشال من الكيسة نفسها. ليه يعني انتوا بتستحلوا الحاجة دي ازاي؟ يعني انا بجد سؤال حابة اسأله، الناس اللي بتقبل على نفسها الحرام او بتقبل انها تدخل بيوت الناس وتاخد منها كده بدون وجه حق، انتوا بتقبلوا الحاجة دي ازاي؟ انتوا بتدخلوا الحاجة دي على بيتكم وعلى ولادكم وتعيشوا كده ازاي؟ يعني ازاي يا جماعة؟ والله ده الواحد بيستحرم لو جنيه واحد بيستحرم يدخله بيته. يعني انا مش عارفة الناس دي بجد بتنام ازاي زينا كده وتاكل وتشرب ازاي يعني؟ وكمية حديد من عندي اتسرق برضو من التشطيبات في ايه معرفش. يعني انا يعني بقول دايما اللي بيسرق ده، يعني انت هتروح من ربنا فين؟ لو انا مش شايفاك فربنا شايفك والله. يعني اي صنايعي بيخش بيت ناس كده وما عندوش تقوى ولا رحمة ويمد ايده كده على حاجة الناس ويسرقها، انتوا بتقابلوا ربنا ازاي؟ يعني انتوا حاطين في دماغكم كده ان في جنة ونار وفي حساب وفي عذاب قبر وفي انتقام في الدنيا وفي الاخرة؟ يعني عايزة اعرف بس، يعني انتوا هتقابلوا ربنا ازاي؟ انتوا بتصلوا اصلا ازاي؟ انتوا بتقابلوا ربنا كده حتى في الصلاة ازاي؟ انا لو حكيت لكم على كمية الحاجات اللي اتسرقت في التشطيب او اتسرقت في البيت عموما يعني من الصنايعية، والله هتتصدموا. والله هتتصدموا على كمية الحاجات اللي بتتسرق. يعني مش هقول غير الله يسامحهم، مش هقول اكتر من كده. بصوا بقى، من ضمن الحاجات اللي انا عملتها، يعني انا في اليوم اللي انا نظفت فيه المكتب انا كان في حد شغال عندي وكده، فمن الصنايعية وكده، فقلت بقى اعمل غدا حلو عشان اعرفكم بس ان انا بكرمهم اهو. المهم عملت كده شوية لحمة بريش، ده كان اخر حاجة باقية عندي من اللحمة في الفريزر، ما خلاص خلصت شطبت، بفكر اذبح تاني. طبعا اللحمة لما بتذبحوا اوفر بكتير ما تشتروها من عند الجزار، ده اللي انا يعني حسبتها لقيتها اوفر بكتير جدا. المهم طلعت كده كيس لحمة مع كيس ريش، هما دول كانوا اخر حاجة حرفيا في الفريزر، وشوحتهم كده في معلقة دهنة وشوية زيت. والطريقة دي احسن طريقة تعملوا بيها اللحمة، بجد هتطلع لكم شوربة روعة روعة بمعنى الكلمة. انا بديلها تشويحة كده صدمة على النار على الوشين، الوش الاول والوش التاني. طبعا لما الوش الاول بيتحمر واقلبها، الوش التاني بقى اللي هو اتحمر خلاص بنزل عليه ببصل وتوم وفلفل وطماطم، طبعا الكمية اللي انت عايزاها، بس طبعا قللوا الكميات بتاعة الخضار علشان خضر الشوربة. نزلت بالطماطم وبعد كده هنزل بالبصل، وهحط فصين توم وفلفلية واحدة بس، وهديلها تشويحة تاني. يعني بعد ما اتأكد ان الوش اللي تحت اللي انا قلبته ده خد صدمة وغير لون كده، هقلبه تاني علشان خاطر اشوح الخضار. وبعد كده بقى هنزل بالمية، بس حرفيا احلى واطعم شوربة ممكن تاخدوها. وانتوا بتشوحوا بقى حطوا معاها البهارات، حطوا الملح والفلفل الاسمر والسبع بهارات،
يديها طعم خرافي، ورشة بقى قرفة، حرفيا بتبقى تحفة. السبع بهارات بالذات بتدي ريحة وطعم للشوربة رهيبة. انا كنت عاملاها وعاملة جنبها مكرونة سباكيتي بالصلصة كده، بس كانت تحفة بجد. يعني انا بحطها كده اللحمة مع الشوربة كأنها متحمرة، يعني اللحمة بتبقى مسلوقة، بس التشويحة اللي احنا عملناها دي كأنها متحمرة بالظبط، وبسيبها تستوي بقى كده زي ما هي. بس حطيت هنا كمان شعرة بابريكا، قلت تدي حمار كده للشوربة حلو. وهقلبها تاني اهو، زي ما قلت لكم انا هقلبها اديلها صدمة مع الخضار. عايزة بقى تنقليها بعد كده في حلة ضغط عشان تستوي اسرع، بس لو هي لحمة صافي، يعني لو لحمة صافي مش فيها ريش هتحتاج سوى اكتر، فيفضل انت تنقليها في حلة ضغط لو انت عندك حلة ضغط. يعني انا لما بتبقى لحمة كتير بروح نقلها في حلة الضغط بعد ما بديلها الصدمة دي. ان الصدمة دي عايزة صينية علشان خاطر تقلبي فيها وتتأكدي ان كلها اتشوحت حتة حتة، وبسيبها تستوي. هنا طبعا فيها ريش كتير، فمش هنقلها، هحط عليها المية كده وهسيبها تستوي، ما بتاخدش وقت خالص. وهنا كنت بعمل صلصة بتاعة المكرونة، وده بالنسبة لي اسهل واحلى غدا ممكن تعملوه، سهل وبسيط كده وطعمه تحفة، واللحمة بتطلع مستوية جدا. يعني انا هوريها لكم في اخر الفيديو، اللحمة طرية قوي. يعني انا من النوعات اللي بحب اللحمة كده تبقى عاملة زي الزبدة، نخرج منها العظم كده يتشال على طول. بس عملت لهم ده الغدا، المكرونة واللحمة، وعملت كمان طبق سلطة، وده كان بالنسبة لي غدانا وغداهم. بس كان جميل قوي. جربوا طريقة اللحمة دي، انا اعتمدتها في اللحوم عامة. يعني الفراخ كمان بعملها بنفس الطريقة لما بحب اغير وكده. ساعات بعملها في الفرن، بتبلها وادخلها في الفرن، وساعات بعملها كده على النار بالتشويحة دي. وكمان الارانب بعملها بنفس الطريقة، بتبقى تحفة. فالطريقة بتاعت اللحمة دي جميلة جدا، اعتمدوها وهتطلعوا احلى واطعم شوربة. الناس اللي ما بتحب شوربة الفراخ حرفيا بقيت اشربها بسبب الطريقة دي. بصوا هنا بقى اهو كانت ابتدت تستوي خلاص، هزودها مية تاني عشان ازود الشوربة، ان الشوربة كده بتبقى دسمة جدا. شايفين البخار؟ طبعا ما بتاخدش وقت كتير، هو بس نص ساعة بالظبط على النار وبتبقى استوت، لان اللحمة عندي مش كبيرة. وطلعنا اللحمة، وكنت حطيت الشوربة كمان، يعني كنت غرفت شوربة. وبصوا بقى اللحمة طرية جدا جدا بمعنى الكلمة. بصوا انا هوريها لكم اهو، دايبة دايبة خالص، وبألف هنا يا رب على كل اللي هياكل منها.